ان الحجة قائمة بوضوح ضد ساجنيه. قول لا سبحان الله خوش اوادم ساجنيه. لا، ان الحجة قائمة بوضوح ضد ساجنيه وضد الدولة التي سجنت، لانها سجنت عبدا صالحا ووليا من اولياء الله وهم يعلمون ذلك. طبعا يكفيهم من ذلك ما يرونه دائما من كثرة العبادة والتهجد وقيام الليل وصيام النهار، حتى ان عددا من ساجنيه كخالد بن يحيى البرمكي وغيره حاولوا التخلص والتملص من مسؤولية سجنه لما يرون من فضله وعلو شأنه، وهذا هو السبب الرئيسي فيما أرى في نقله من سجن إلى سجن. كل واحد كان يقول أنا ما علي، طلعوا من سجن ودوا غير مكان، لأن السجان كان يرفض استمرار سجنه عنده.